يا مساء الخير. ليه تستثمر في الأسهم؟ السؤال ده بالنسبة لي هو أهم سؤال لازم أي حد داخل المجال ده يسأله لنفسه ويعرف إجابته كويس قبل ما يفتح حساب أو يعمل أي حاجة تخص البورصة. أنا شايف طبعا إن في أسباب كتير جدا، بس خلينا نتكلم عن أهم 4 أسباب وده بالترتيب. وأهم سبب وأول سبب هنتكلم عنه هو التضخم. اللي مش عارف إيه هو التضخم فخلينا نفهمه بمثال بسيط خالص. زمان كنت تاخد 100 جنيه تخش السوبر ماركت تشتري جبنة، بيض، لبن، حاجات تانية أكتر بكتير، ويتبقى ليك فلوس وتطلع من السوبر ماركت أنت إلى حد ما راضي ومكتفي باللي أنت جبته. لكن دلوقتي لو دخلت بنفس فئة 100 جنيه مش هتعرف تشتري حتى البيض فقط، وهتطلع من غير فلوس خالص. فاللي حصل هنا ممكن تقولي الدولار ومش عارف الاستيراد وغيره وحاجات كده، ولكن الأهم إن ده اللي حصل يعتبر اسمه تضخم. هي قلة قيمة الفلوس أو العملة اللي تشتري بيها أي حاجة، يعني قلة القيمة الشرائية بتاعة العملة دي. طيب هتقولي إيه علاقة ده بقى بالأسهم؟ أقولك الاستثمار في الأسهم بيساعدك إنك تحافظ على قيمة الفلوس مع مرور الزمن. يعني مثلا لو في معاك فلوسك كانت في مؤشر مثلا ستاندرد اند بورز الامريكي، مؤشر بورصة امريكي بيحتوي على احسن 500 شركة في قطاع معين. كان زمانها دلوقتي الفلوس دي لو انت حطيتها من 10 سنين الفلوس كانت هتزيد 3 أضعاف على الأقل. ونفس المدة دي لو شلت الفلوس في أي حاجة تانية مهما كانت فهي هتبقى أقل من القيمة دي. وده ببساطة لأن الأسهم هي جزء من شركات، والشركات دي بتتعامل مع التضخم ومع أي مشاكل اقتصادية عن طريق إنها تقلل من التكلفة أو تزود أسعار منتجاتها عشان تواكب السوق، وهكذا لحد ما يعملوا ربح كويس وبالتالي قيمة أسهمهم تزيد. والقصة اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت. بس كده؟ لا طبعا، ده كمان بتوزع أرباح سنوية على المستثمرين اللي شاريين الأسهم بتاعتها، وبالتالي أنت كمستثمر أو أي شخص شاري الأسهم في الشركة دي بيستفيد من قيمة فلوسك اللي بتزيد من خلال قيمة السهم. زي ما قلنا أرباح كتير فالشركة بتكسب فقيمة السهم بتزيد وبالتالي قيمة فلوسك بتزيد معاها. وكمان الشركة لما بتوزع أرباح على المستثمرين أنت كمان بتستفيد وبيبقى ليك مصدر دخل إضافي تعتمد عليه. ودي ببساطة أهم نقطة وأهم سبب من أسباب ليه الاستثمار في الأسهم. طيب السبب التاني هو إن فوائد البنوك عمرها ما كانت كفاية. طيب حد ممكن يقول لي طب ما تقارن الأسهم بالذهب؟ هقولك ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ عشان ما ينفعش نقارن أصل منتج بأصل غير منتج. يعني إيه؟ يعني الأسهم من الأصول المنتجة لأنها بتحافظ على قيمة الفلوس وبتطلع عائد. طالما بتحافظ على قيمة الفلوس بتاعتك وبتطلع لك كمان عائد على شكل ربح سنوي أو أيا كان نصف سنوي أو شهري زي الشهادات بالظبط، بتحافظ على قيمة الفلوس وفي شكل شهادة مالية بنكية وبتطلع عائد شهري، إذن هي أصل منتج. لكن الذهب أصل ولكن مش منتج. يعني إيه مش منتج؟ الذهب أو امتلاك أي نوع من أنواع العملات أو المجوهرات لا يعتبر أصل منتج لأنه ما بيطلعش عائد أو ربح شهري أو سنوي. لكن أصل زي أي أصل آخر بيعتمد في قيمته على مكانته ومدى احتياجه، وبالتالي لو حابب تسحب منه أرباح أو ربح معين لازم تبيعه عشان تاخد الربح ده. يبقى أنت معاك سبيكة ذهب مثلا عايز تربح منها دلوقتي لازم تبيعها. مش هينفع يخش لك الفلوس عبارة عن ربح عائد سنوي على سبيكة الذهب، ما هو مفيش حاجة اسمها كده. لكن في الأسهم ينفع، بتحافظ على قيمة فلوسك اللي هي في شكل أسهم وفي نفس الوقت بيخش لك ربح. عشان كده لازم لما نقارن صح. نرجع بقى لشهادات البنوك. لو انت حاطط فلوسك في البنك قبل التعويمات اللي حصلت والتضخم اللي فيه زيادة شهرية الفترة اللي فاتت هتلاقيها دلوقتي بقيمة أقل من القيمة اللي كانت عليها فلوسك وقت ما عملت الشهادة دي بنسبة لا تقل عن 20 أو 30%. ده بالميت. طيب ليه؟ عشان ببساطة التضخم زاد السنة اللي فاتت وزاد بنسبة لا تقل عن 50%. ده غير التعويم وقصة الدولار وغيره. وزيادة الأسعار دي أثرت طبعا على قيمة الفلوس
في الشهادة اللي محطوطة في البنك. وللأسف مفيش نسبة عائد بنكية كفاية قدرت تغطي التأثير ده. يعني لو انت حاطط 1,000,000 جنيه وهتاخد عليهم 20% زيادة كعائد سنوي، من البنك هيبقى معاك 1,200,000. بس زي ما قلنا طبعا ان قيمة الفلوس قلت بنسبة لا تقل عن 20% برضو. يعني حرفيا شهادة البنك بأقل خسائر ممكنة هتحافظ فقط على فلوسك زي ما هي. لكن ده طبعا في أحسن الأحوال، يعني مش ده اللي حصل مع أغلبية الناس. وتقدر تسأل أي حد كان عامل شهادة بنكية هل فلوس الشهادة فادته في حاجة الفترة اللي فاتت أو لا. او لو انت بنفسك عامل شهادة بنكية قول لي ايه رأيك فيها وهل نفعاك بأي شكل من الاشكال. وعشان كده الاسهم افضل من اي شهادة بنكية، لانها هتزود قيمة فلوسك من خلال زيادة سعر السهم زي ما قلنا. السبب الثالث ان الاسهم تعتبر افضل حل لو انت بتدور على مصدر دخل اضافي. يعني هنفترض ان انت موظف ومعاك مرتبك الشهري اللي مش مكفيك اكيد، فالاسهم هنا هي افضل وسيلة تدخل لك مصدر دخل جديد جنب مرتبك الاساسي. طيب انت تاجر مش موظف وعندك مشروعك وشغال زي الفل، بس عايز برضو تأمن نفسك بمصدر دخل تاني، وساعتها برضو هيكون الاستثمار في الاسهم افضل حل لتنوع مصادر دخلك. وهو برضو السهم يسند لو في اي وقت حصل مشكلة في السوق لمنتجك وهكذا. طيب انت طالب لسه ما خلصتش دراسة بس معاك مصروف وكل شوية بتطلع بمصلحة من اي حاجة، يبقى الافضل اكيد انك تاخد جزء من المصروف ده وتستثمره في الاسهم عشان لما تتخرج ان شاء الله يبقى مصدر دخل تعتمد عليه. اخر واهم سبب لناس كتير قوي من اللي بيسمعوني دلوقتي هو الوصول للثراء، او انك تكون مستقل ماليا وتعتمد على مصدر دخل واحد طول حياتك دون اي انشغال تاني سواء بوقت او مجهود عشان تاخد الدخل ده باستمرار مدى الحياة. وده بقى اللي بيعمله الاسهم او الاستثمار فيها على المدى الطويل، او بالاحرى مدى الحياة. يعني تستثمر في سهمين 13 مدى الحياة، وهما اللي يعملوا لك الثراء والاستقلال المالي زي ما اتفقنا. وده عن طريق توزيع الربح طبعا والاعتماد عليه بشكل أساسي، وشراء السهم الصح في الوقت الصح بالتكلفة أو السعر الصح. طيب هو في حد عمل الموضوع ده قبل كده؟ حد واحد؟ في أكتر من 100 ل1000 شخص في كل بلد عامل كده، ويمكن أشهر واحد في المكانة دي هو وارن بافيت طبعا. وده عشان طبعا هو بدأ بدري وفي سن صغير وكان مركز سنويا انه يختار دايما الاسهم الافضل ويشتريها بالسعر الصح، ولحد دلوقتي معاه اسهم في محفظته لسه زي ما هي من 20-30 سنة ويمكن اكتر. وده اللي خلاه من اغنى 10 اشخاص في العالم بثروة تقدر حاليا ب$114 مليار، عشان يكون في المركز السادس لاغنى 10 اشخاص في العالم، واللي في خلال السنة دي هيبقى على ما اظن الرابع او الثالث، حتى بعد ما يموت هيفضل مترتب لاغنى اغنياء العالم بسبب محفظة الاسهم بتاعته. دول كانوا اهم 4 اسباب بالنسبة لي. ويمكن السبب الخامس والاخير بالنسبة لي واللي انا بفضله عن كل اللي انا قلته ده هو ان البورصة ممتعة يا جماعة. ممكن ما يبقاش مهم للناس ان الحاجة تبقى ممتعة، ولكن بالنسبة لي أنا موضوع ممتع جدا. تخيل نفسك بتشارك مستثمرين كبار جدا محافظهم كبيرة، بتشارك أهم مديرين ورؤساء مجلس الإدارة للشركات دي. تخيل انك بتكسب منهم من المنتج اللي بيبيعوه او الخدمة اللي بيقدموها للناس، وبتكسب كمان نسبة كويسة جدا كعائد من الشركة سنويا او نصف سنويا او كل 3 شهور، يعني ربع سنوي. ممتعة كمان في طريقة تكوينك للمحفظة بتاعتك من الاسهم اللي انت شايف ان فيها المستقبل وشايف ان منتجاتهم هي اللي هتكمل مدى الحياة. لحظة شرائك لأي سهم من اكتر اللحظات اللي فيها نجاح مصحوب بأدرينالين على دوبامين، لحظة ممتعة جدا طبعا. ولا لحظة لما تلاقي السهم اللي انت اشتريته عمال يرتفع وكل كام يوم بيعمل 20% فوق ولونه اخضر، وكل لما تكون فاهم وراكز كده وراسي ومستني ان السهم نفسه ينزل عشان تشتريه بسعر كويس، وتكون انت مبسوط، في حين ان في ناس كتير تانية هتلاقيها زعلانة عشان شارية
بسعر عالي وغيره وغيره من مشاعر مختلفة وجديدة. أتمنى ما كنش طولت عليكم، ويا ريت تدعموني بلايك شير سبسكرايب وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصل لكم كل حلقة جديدة. ولو في أي سؤال اكتبولي تحت في الكومنتس وإن شاء الله هجاوبكم في أقرب وقت. إلى لقاء آخر إن شاء الله. سلام.